إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية للمملكة، ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصحة من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على الخصوص، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين. كما يشهد إنجاز هذا المشروع على الدور المركزي الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على ضمان تمكينهم من تكوين ذي جودة يساير التطور العلمي والتكنولوجي المسجل في مجال العلاجات والوقاية والحكامة الصحية، وذلك طبقا للمعايير الدولية. وسيتكون البرج الاستشفائي من 3 طوابق تحت أرضية و33 طابقا، وقطب طبي وتقني من 5 طوابق، وبرج من 11 طابقا مع 3 طوابق سفلية مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات، ومركز للتكوين والتدريب، وداخلية. وسيجهز الجزء الشمالي الشرقي للبقعة الأرضية والذي يحتضن المستشفى الحالي بفضاءات خضراء وحدائق، كما يرتقب أن يضم متحفا للطب ومواقف للسيارات وبنايات ملحقة. وبمساحة مغطاة تتجاوز 190 ألف متر مربع، سيشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء، ووحدات للعناية المركزة، ومستشفيات نهارية، ومصالح للاستشارات الخارجية والتنظير الداخلي، ومستعجلات، ووحدات الاستشفاء وإعادة التأهيل، ووحدات الإنعاش، ووحدة للحروق الكبرى، ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومركز لمعالجة القصور الكلوي، ومنصات تقنية، ومنصات لوجستيكية وإدارية وطبية وفندقية. وستبلغ قدرته الاستيعابية 1044 سريرا، من بينها 148 سريرا في وحدات العناية المركزة والإنعاش. وسيتم تزويد هذا المستشفى ذي المعايير التكنولوجية العالية والهندسة الفريدة والمبتكرة، أيضا بمهبط لطائرة المستعجلات، وموقف للسيارات تبلغ طاقته الاستيعابية 1300 موقفا، وفضاءات خضراء تساعد على الاستشفاء بالنسبة للمرضى في فترة نقاهة. ويدمج في تصميمه أفضل ممارسات البناء البيئي، وكذا تقنيات من الجيل الجديد، مما سيسمح بتحقيق نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.